ازيكم عاملين ايه؟ إيه الاخبار؟ من الاول كده يعني هل ممكن قناتي دي تنجح؟ هل ممكن يعني آه، ابقى مثلا عندي 500 الف مشترك او عندي مليون مشترك مثلا؟ مش عارف. بدايتي على اليوتيوب كانت من 2012. من 2012 وانا بفكر اعمل قناه على اليوتيوب والكلام ده كله، ولكن في كذا معقبات وكذا حاجه تعطل وبتاع والكلام ده كله. من العوائق اللي قابلتني ولسه بتقابلني لحد دلوقتي ان انا بنسى الباسورد بتاع الايميل. كنت عملت باسورد، كنت عملت قناه جابت دلوقتي 4000 مشترك. تمام. القناه دي كنت عملتها في 2012. المهم دخلت الجيش وخرجت وطلعت ناسي الباسورد واللابتوب باظ وضاع واتدمر وما ينفعش ان انا افتح من عليه تاني خالص القناه. وبعدها بكام سنه في 2014 او 2015 فتحت قناه تاني واشتغلت عليها انجليش ودروس عاديه وبتاع والكلام ده كله، وبرضه ما نجحتش. ما نجحتش بسبب تافه جدا، مش ضياع باسورد ولا الكلام ده كله، بسبب محتوى سياسي. القناة اتقفلت أو اتحذفت، ولكن قبل ما تتحذف ما كانتش برضه وصلت لل1000 مشترك. بصراحة مش عارف أعمل إيه. في شهر 3 اللي فات سنة 2025 اتحذفت القناة. برضه ما يئستش، فتحت قناة تاني وبدأت واشتغلت عليها حلو وبتاع والكلام ده كله. تقدروا تعملوا سيرش عليها على فكرة، اسمها الزاوية المخفية. قابلتني شوية معضلات والكلام ده كله، عملت أكتر من 375 فيديو عليها، والحمد لله كان عندي محتوى والكلام ده كله والدنيا كانت رايقة وقت في ال 14. ولكن نسيت الباسورد التاني. نسيت الباسورد في نفس الشهر اللي اتحذفت فيه القناة، في شهر 3 اللي فات 2025، في شهر 3 دلوقتي 2026 نسيت الباسورد تاني بتاع القناة على تليفوني القديم. مش عارف مش عارف هل ممكن أنجح؟ هل ممكن يعني النجاح لسه ما جاش، أو أنا بادئ غلط، أو مش عارف يعني ده عيب مني ولا؟ بصراحة مش عارف أعمل إيه. الحمد لله فتحت دلوقتي قناة جديدة، ولسه دي البداية، ولسه دلوقتي يعني أول فيديو تاني فيديو، لسه القناة زيرو مشتركين، لأني لسه ما عملتش عليها أي حاجة، ولأني لسه برضو ما فتحتش فيها أي حاجة. ما محبط من اللي حصل ومن اللي كان، وتعب وشقة أيام وليالي وسهر وتجميع معلومات وسهر كتير جدا وقلة نوم وتفكير. من الآخر إنك أنت تعمل قناة على اليوتيوب مش سهلة. مش سهلة إنك أنت تطلع وتعمل فيديو واثنين وثلاثة. يا جماعة الكواليس أصعب بكتير جدا جدا مما تتخيلوا. مش أي حد يطلع على اليوتيوب يعمل فيديو خلاص، لا، الفيديو فيه تعب كتير جدا جدا. وكمان هضيف لكم حاجة، إنك أنت تبقى عندك آه وقت فاضي غير لما تكون عندك شغل تاني أو تكون مضغوط أو الكلام ده كله. اليوتيوب عايز حد فاضي، أو بمعنى أصح أي حاجة أنت عايزها لازم تديها كلك علشان تديك جزء منها. مش هتديك كلها لكن هتديك جزء منها، أو أيا يكن. لازم الحاجة اللي أنت عايز تعملها تبقى متفرغ ليها، مش تماما كليا، لا، لازم تكون حتى نص وقتك. وانا ما اكدبش عليكم، انا وقتي مليان ومضغوط بسبب انك انت، مش هقول لك انك انت لازم تفضي نفسك عشان اليوتيوب والكلام ده كله، لانك انت لازم تصرف على اليوتيوب من جيبك، ولازم يكون عندك شغلك اللي هو تعرف تعيش منه، لان من الاخر اليوتيوب مش هيفتح بيت. ولكن انا بحب المجال ده. اي نعم لسه ما نجحتش عليه ومش عارف هنجح ولا لا، ولكن يعني عايز يكون لي اثر في الدنيا قبل الاخره اهو، وعايز ان انا اعمل حاجه، وعايز برضه ان انا ارتاح نفسيا، لان الشغل عند الناس مش حاجه سهله. الشغل 12 ساعه او 8 ساعات او 10 ساعات بدون انتاج ليك كشخصك مش حاجه سهله. فهل ممكن انجح؟ هل ممكن؟ لسه ما جاش الوقت اللي احنا ننجح فيه. هل آه النجاح وقته قريب؟ امتى وازاي وفين مش عارف، ولكن يعني
مش عارف أوصّلها لكم إزاي. كل حاجة ليها وقتها. لكن يا صديقي استمر، استمر إنّك أنت توصّل معلومة، تبقى شايف هدفك قدّامك، ما تبطّلش وما تسيبوش وما تنامش وما تقعدش وما تحبطش، وخلّيك دايمًا مُصِر على إنّك أنت توصل لهدفك ولكن بالطريقة الصحيحة، ما تبقاش مُصِر على هدفك اللي هو في الطريق الغلط. مش عارف بصراحة أوصّل لكم المعلومة إزاي، بس كفاية لحد كده، مش قادر أكمّل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا رأيكم إيه، ولو حد عايز يفيدني بمعلومة، نصيحة، رأي، آآ عندكم الكومنتات تحت، لايك، اشتراك، كومنت، كله ببلاش. سلام.